بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنشرح بقى المعادلات من البداية خالص. أول حاجة كده لازم تعرف يعني ايه معادلة. ماشي، المعادلة دي عبارة عن جملة رياضية بتحتوي على علامة ايه يساوي. يعني باختصار كده عندي طرف يمين بيساوي طرف شمال. حلو. عشان أحل بقى أي معادلة، عشان أقول إن أنا حليت المعادلة، لازم أكون عرفت قيمة المجهول اللي عندي. يعني لو المجهول عندي اكس أبقى عرفت هو بيساوي كام، بيساوي 4. لو المجهول عندي واي يبقى عرفت مثلا هو بيساوي 3. عشان اقول ان انا حليت المعادله لازم كده اكون عرفت قيمه مين المجهول. صعبه دي. طيب وانا بحل المعادله بعتمد على ايه بقى؟ بعتمد على العمليات العكسيه. لازم نبقى فاهمين كويس ان انا عشان احل اي معادله هعمل عكس اللي موجود. يعني لو عندي جمع هعمل طرح، لو عندي ضرب هعمل قسمه. ماشي. طبعا قبل ما نخش على المعادلات لازم نفتكر كده الكلام ده احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، اللي هو بتاع الحدود الجبريه والمجاهيل. لو انا عندي مثلا الاكس كده وفي لازق جنبها كده 2، دي معناها ايه؟ معناها 2 اكس، يعني الاتنين مضروبة في مين؟ في الاكس. وكنا بنقول على الاتنين دي ان هي معامل الاكس، يعني معامل المجهول. ماشي. طيب تعال نشوف كده اول معادلة معانا. بيقول لي ان اكس زائد 3 بتساوي كام؟ بتساوي 5. عرفت انها معادلة عشان عندي طرف يمين بيساوي طرف ايه؟ شمال، وفيها مجهول اهو. عشان اقول ان انا حليت المعادلة يبقى لازم اكون عرفت قيمة المجهول بتاعي بكام. طيب مين هو الرقم اللي ممكن ازوده على التلاتة عشان يديني 5؟ اكيد الاتنين. يبقى كده الاكس بكام؟ ب2. يبقى لو جينا فرضنا كده ان مكان الاكس ده نقط، وانا بقول لك كمل النقط دي، هتعرف تحل المعادله ولا مش هتعرف؟ هتقول لي انا هشيل الاكس دي احط مكانها كام عشان اجمعه مع التلاتة يطلع 5؟ اكيد الاتنين. طب لو فكرت فيها هتلاقي ان احنا عملنا ايه؟ طرحنا 5 ناقص 3، طلعت كام؟ طلعت 2. يبقى عشان احل المعادله فانا عملت عمليه عكسيه. عكس الجمع اللي موجود ايه؟ طرح. ماشي. يبقى دي الفكره الاساسيه اللي انت بتعتمد عليها في حل اي معادله. عشان تكون فاهم كده بتعمل عمليات عكسيه، لو موجود جمع اعمل ايه؟ طرح، لو موجود ضرب اعمل اسم. ماشي، والعكس طبعا. طيب ايه بقى اشكال المعادلات اللي ممكن تقابلك؟ اول حاجه كده لو المعامل بتاع المجهول واحد، يعني الاكس واقفه لوحدها مفيش جنبها رقم، والواي واقفه لوحدها مفيش جنبها ايه؟ رقم. اي مجهول بقى سواء كان اكس واي ان كان، المعامل بتاعه واحد صحيح، يعني مفيش حاجه ايه مضروبه فيها. ازاي احل بقى المعادله؟ بص يا معلم، احنا هنمشي على الخطوات دي كل مره هنعملها. اول حاجه هتثبت الرمز بالمعامل. يبقى انا هنزل هنا الواي، المعامل بتاعها واحد. بعد كده هنزل مين؟ علامه اليساوي. اللي بعد اليساوي ينزل، ادي ال8 اهي. طيب الواي او المجهول هيكون مطروح منه رقم، متضاف عليه رقم، هعمل فيه ايه؟ هودي الكلام ده الناحيه التانيه. لما اغير المكان بغير معاه الاشاره. يعني -4 هتروح الناحيه التانيه، هي كانت في الشمال هتروح في اليمين، نغير اشارتها على طول. يعني هي سالب اخليها موجب، لو موجب اخليها ايه؟ سالب. فال4 تنزل جنب ال8 هنا تكون موجب ايه؟ موجب 4. كده الواي واقفه لوحدها في الطرف الشمال، المعامل بتاعها واحد، بتساوي كام كده الواي؟ 8 و4 اللي هي كام؟ 12. كده انا حليت المعادله. ليه بقى؟ لان انا عرفت قيمه المجهول اللي عندي في المعادله. وكمان لو بصيت على المعامل بتاعه هلاقيه واحد، والاس اللي فوقيه هلاقيه برضه واحد. فلما اجي احل معادله يبقى هدفي كله ان انا اخلي المعامل المجهول اللي موجود بتاعي اللي موجود في المعادله المعامل بتاعه واحد والاس بتاعه واحد. اول لما اعرف قيمته واعمل كده اخلي المعامل واحد والاس واحد، يبقى انا كده حليت مين؟ حليت المعادله. ماشي. الفكره التانيه بقى لو انا عندي المعامل ايه بتاع الاكس او الواي او المجهول اللي موجود اكبر من الواحد، يعني زي الاتنين التلاتة الاربعة. انت خلاص اتفقنا ان احنا هنمشي كل مرة بنفس الخطوات. ماشي. طيب لو انا شفت مثلا 2 اكس بتساوي 4، طب ما دي معادلة طرف يمين بيساوي طرف ايه؟ شمال، وعندي مجهول اهو. ازاي احل المعادلة دي؟ ان انا اجيب قيمة المجهول. طب المجهول ده مفيش حاجة ايه متضافة عليه ولا مطروحة منه، بس المعامل بتاعه كام؟ 2. واحنا قلنا ان الاتنين اكس دي معناها ان الاتنين مضروبة في مين؟ في الاكس. وعشان اخلص من الضرب بعمل عكسه اللي هو مين؟ القسمة. يبقى لو قابلني كده 2 اكس بتساوي 4 هعمل فيها ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هقسم
الاتنين اكس دي على كام؟ عشان اخلص من الاتنين يبقى اقسمها على الاتنين، لان اتنين على الاتنين بواحد. انا عايز اخلي المعامل واحد، يبقى دي طارت مع دي. تتفضل مين؟ تفضل اكس. هيبقى عود نفسك بقى ان انت اي حاجه بتعملها في الطرف الشمال بتعمل زيها في الطرف ايه؟ اليمين. يبقى لازم انا اقسم هنا كمان على الاتنين. هلاقي كده ان الاكس هتساوي كام؟ 4 على الاتنين اللي هي ب2. صعبه دي؟ يبقى عشان تخلص من الضرب بتستخدم القسم. طيب لو انا عندي كده معادله زي دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2x زائد 3 بتساوي 9. طرف يمين بيساوي طرف شمال. حلو. هحل المعادله ازاي؟ كل اللي انا هعمله ان انا همشي بنفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها. هنثبت الرمز والمعامل اهو. يبقى انا هنزل هنا 2x. فيها مشكله دي؟ بعديها هنزل علامه اللي يساوي. ادي علامه اللي يساوي. اللي بعد اللي يساوي 9 نزلناها. بص على اللي جاي جنب المجهول بتاعك او الرمز بتاعك. موجب 3 هتوديه الناحيه التانيه، هتغير اشارته على طول، يبقى ينزل هنا سالب 3. كده اللي عندي على الشمال مين؟ عندي 2x اهي، ما جيتش ناحيتها، سبتها زي ما هي لحد الاخر. بتساوي 9 ناقص 3 اللي هي كام؟ 6. وصلنا للشكل اللي احنا لسه شايفينه. المعامل بتاع الاكس مش واحد، كام هو؟ 2. واحنا لسه قايلين لما يكون المعامل عدد صحيح مضروب في الرمز واكبر من الواحد، 2 3 4 تعمل عشان تخلص منه تقسم عليه على طول. يبقى انا هقسم هنا على الاتنين واقسم هنا على الاتنين. هلاقي 2 على الاتنين فيها الواحد. اتفضل مين على الشمال؟ اتفضل اكس. هتساوي كام الاكس كده؟ هتساوي 6 على الاتنين اللي هي بكام؟ ب3. سهلة جدا. طيب تعالى نشوف واحدة كمان. عندي طرف يمين بيساوي طرف ايه؟ شمال. عشان احل المعادلة لازم انا اجيب قيمة مين؟ الواي. يعني لازم انا اخلي الاس بتاع الواي واحد وهو واحد اهو، ولازم انا اخلي المعامل بتاعها كام؟ واحد. همشي بنفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها. هنثبت الرمز والمعامل. يبقى انا هثبت دي. يبقى انا هكتب هنا 3 واي. هنزل علامة اللي يساوي اهي. بعد كده اللي بعد اللي يساوي ينزل 10. الرقم اللي جاي جنب الواي سالب 5. نعمل فيه ايه؟ هنوديه الناحية التانية بعكس الاشارة، يبقى موجب 5. صعبة دي؟ طيب كده اللي على الشمال مين؟ 3 واي. هسيبها للاخر. بتساوي 10 و5 هنجمعهم هتطلع كام؟ 15. انت كده عندك ايه؟ عندك الواي المعامل بتاعها 3. يعني ايه؟ قلنا يعني ال3 مضروبة في واي، عشان اخلص منها يبقى هقسم هنا على 3 وهنا على 3. 3 على 3 فيها الواحد اللي هي هتفضل مين؟ هيتفضل الواي. 15 على 3 اللي هي بكام؟ اللي هي ب5. يبقى كده قيمة الواي طلعت بكام؟ طلعت ب5. انا كده حليت ايه؟ حليت المعادلة. صعبة؟ دي كده الفكرة التانية. تعال نشوف الفكرة اللي بعديها. ركز بقى معايا في الفكرة دي. زي ما قلت لك كده ان شاء الله هتخلص الفيديو ده اي معادلة هتحلها بسهولة جدا، بس امشي على اللي احنا بنقول عليه وهتبقى الدنيا سهلة معاك. احنا عندنا هنا بقى لو المعامل بتاع الرمز او المجهول اللي عندك عبارة عن كسر، زي النص، الاتنين على 3، 3 على 4، هتعمل ايه؟ يعني لو الشكل ده قدامي معادلة بسيطة اهي عبارة عن ايه؟ نص اكس بتساوي 3. احنا قلنا عشان نحل المعادلة يبقى لازم نعرف قيمة الاكس بكام. طيب والله الاكس دي معهاش حاجة تروح الناحية التانية بعكس الاشارة. طب ايه اللي موجود عايز اخلص منه؟ النص. اتفقنا ان المعامل لازم أن يكون واحد. طب ازاي اخلص من النص ده؟ بص انت هتعمل حاجة بسيطة كل مرة هتعملها لما تشوف ايه المعامل بتاع الاكس عبارة عن كسر. اول حاجة كده هات المقلوب بتاع الكسر. يعني المقلوب نص، الكسر نص، مقلوبه كام؟ مقلوبه 2 على 1. اضرب المعادلة كلها في 2 على 1. يبقى احنا بنجيب المقلوب وبنضرب فيه. صعبة دي؟ يعني اعمل ايه هنا؟ بص يا معلم، انت عندك هنا ال2 على 1 دي مقلوب النص، هتضربها في الطرف اليمين وفي الطرف الشمال. الطرف الشمال هنا نص اكس، يبقى انا هضربها في نص اكس بتساوي الناحية التانية في كام؟ في 3. يبقى انا هضرب ال3 دي في كام؟ برضو في 2 على 1. ماشي. طيب بص كده هلاقي 2 فوق هتطير مع 2 تحت، كل واحد مع الواحد. اتفضل ايه؟ حاصل الضرب هنا طلع 1. 1 في اكس بكام؟ باكس. هنا بقى هتضرب اللي فوق في اللي فوق وتقسم على اللي تحت. ماشي. يعني هنضرب البسط في البسط ونقسم على المقام. 3 في 2 ب6. 6 على 1 يبقى هي كام؟ هي 6. يبقى كده قيمة الاكس ب6. صعبة؟ طيب تعالى بقى نعمل نفس الخطوات بتاعتنا، وهنيجي في اخر خطوة بس هنعمل ايه؟ هنجيب المقلوب ونضرب فيه. اول حاجة بتثبت الرمز والمعامل زي ما احنا بنقول كل مرة. يبقى انا هنزل هنا مين؟ نص اكس.
بعد كده انزل علامة اليساوي، واللي بعد اليساوي ينزل 5. اللي مع الرمز موجب 3 يبقى تنزل الناحية التانية بعكس الإشارة سالب 3. كده أنا عندي مين على الشمال؟ عندي نص إكس بتساوي كام؟ 5 ناقص 3 اللي هي 2 أهو. وصلنا إن المعامل بتاع الإكس نص. أجيب المقلوب بتاعه، مقلوب النص لسه جايبينها 2 على 1، يبقى أنا هضرب هنا في 2 على 1 وهضرب هنا في 2 على 1 أهو. يبقى أنا همسك كده 2 على 1 في نص إكس بتساوي، هضرب الاتنين دي كمان في 2 على 1، الاتنين اللي فوق هتطير مع الاتنين اللي تحت، والواحد مع الواحد اتفضل مين على الشمال؟ اتفضل إكس. يبقى أنا كده عندي الإكس بتساوي 2 في 2 ب4، 4 على 1 اللي هي بكام؟ اللي هي ب4. صعبة؟ طيب تعالى يلا ناخد واحدة كمان. لو المعامل كسر عبارة عن 3 على الاتنين، هتمشي بنفس خطوات حل المعادلة. خطوات حل المعادلة قلناها ثابتة. أول حاجة بتعملها بتنزل الرمز بالمعامل، يبقى 3 على الاتنين واي هتنزل زي ما هي. بعدها على طول انزل علامة اليساوي، اللي بعد اليساوي ينزل ادي ال14. اللي مع الرمز هيروح الناحية التانية بعكس الإشارة، دي موجب 5 تنزل سالب 5. طيب الشمال التلاتة على الاتنين واي هتنزل زي ما هي، مش هاجي ناحيتها غير في الآخر. 14 ناقص 5 9 اهي. طيب انا عندي المعامل عبارة عن ايه؟ عبارة عن كسر. عشان اخلص منه هات مقلوب الاول، مقلوب التلاتة على الاتنين مين؟ الاتنين على التلاتة. يبقى انا هعمل ايه؟ هضرب الطرفين في 2 على التلاتة. ماشي؟ دي 3 على الاتنين اهي، يبقى انا هضرب هنا في 2 على التلاتة. هضربها في مين؟ في 3 على الاتنين واي، ده الطرف الشمال. والطرف اليمين اللي هو التسعة هضربه هو كمان في كام؟ في 2 على التلاتة. صعبة دي؟ بص يا معلم، هنا نفس اللي بنلاقيه كل مرة، الاتنين اللي فوق مع الاتنين اللي تحت، التلاتة اللي فوق مع التلاتة اللي تحت. اتفضل مين؟ اتفضل الواي. هتساوي 9 في 2 ب18، 18 على التلاتة يبقى فيها كام؟ فيها 6. حليت المعادلة ولا محلتش المعادلة؟ حليتها. ليه؟ لأن أنا عرفت قيمة المجهول، المعامل بتاعها 1 والأس بتاعها 1، خلصت. يبقى كده الواي بكام؟ ب6. صعبة؟ يبقى دي كده الفكرة التالتة. لما يكون المعامل بتاعي أو معامل الرمز بتاعي كسر، أول حاجة أجيب المقلوب بتاع الكسر وأضرب فيه في الناحيتين. صعبة دي؟ طيب الفكرة اللي بعد كده يلا نخش عليها. هيكون عندك إيه بقى؟ هيكون عندك مثلا رقم مضروب في قوس. بص، عشان تعمل تحل المعادلة، احنا اتفقنا ان احنا بيكون عندنا طرف يمين بيساوي طرف شمال. حلو. عشان احلها بقى اعمل ايه؟ مش عايز اقواس فيه، عايزها تكون معادلة عادية، يعني رموز ومعاملات. ماشي؟ وثوابت. فانا هعمل ايه؟ اخلص من الرقم ده ازاي؟ والله انت اول حاجة هتسألها تشوف اللي هنا دي كام؟ 12. ماشي؟ واللي هنا دي كام؟ 4. دي اعداد زوجية. ممكن تقسم المعادلة كلها على الاتنين. حلو. عشان ما تلخبطش نفسك فك الاقواس الاول. يبقى انت كل مرة هتفك ايه؟ الاقواس. بنفك الاقواس ازاي؟ الاتنين اللي بره دي بنعمل فيها ايه؟ بنضربها في القوس كله. يعني انا هوزعها، مرة تتضرب هنا ومرة تتضرب هنا. 2 في واي ب2 واي. بعد كده 2 في موجب 4 بموجب 8 بتساوي كام؟ بتساوي 12. صعبة دي؟ بقت معادلة عادية، هي مفيهاش أقواس. يبقى لما يجيلي قوس أعمل إيه؟ أفك الأقواس الأول. حلو؟ بفكها إزاي؟ الرقم اللي بره بيروح يتوزع على كل اللي جوه. عندي حدين اهم، يتضرب مرة في الأول ومرة في التاني. المهم طلعت 2 واي زائد 8 بتساوي كام؟ بتساوي 12. هيبقى أنا عايز أحل المعادلة هتمشي بنفس الخطوات اللي إحنا عمالين نقول عليها. هنثبت الرمز والمعامل. يبقى أنا هنزل هنا 2 واي، بعد كده انزل يساوي، اللي بعد اللي يساوي 12. الموجب 8 هتروح الناحية التانية بعكس ايه؟ بعكس الاشارة، يبقى سالب 8. كده انا عندي 2 واي بتساوي 12 ناقص 8 اللي هي كام؟ 4. لقينا ان المعامل عدد صحيح اكبر من الواحد. عشان اخلص من الاتنين اللي مضروبة بقسم عليها، يبقى هنا اقسم على الاتنين وهنا اقسم على الاتنين، دي هتطير مع دي. يبقى كده الواي بتساوي كام؟ 4 على الاتنين فيها الاتنين.
حليت المعادلة ليه؟ لان جبت قيمة المجهول والمعامل بتاعي واحد والأس كام؟ واحد. كده خلصت. صعبة؟ أول لما يجيلك قوس فك القوس، اضرب اللي بره في كل اللي جوه وحل معادلة عادية. ثبت الرمز والمعامل، نزل علامة اليساوي، اللي بعد اليساوي ينزل، اللي مع الرمز بيروح الناحية التانية بعكس ايه؟ بعكس الإشارة. وحل الخطوات بتاعتك عادي. لما يكون المعامل عدد صحيح أكبر من الواحد بتقسم عليه هنا وهنا. طيب الفكرة اللي ممكن تقابلك تاني ايه؟ ودي مهمة جدا وفي ناس كتير بتتلخبط فيها، ركز بقى معايا كده. لما يكون عندي مجهول في الطرفين، يعني عندي اكس هنا وهنا، عندي واي هنا وهنا، ماشي؟ هتعمل ايه؟ بص يا معلم، اول حاجة كده لازم تعرف مين فيهم الكبير. انا عندي المعادلة هي عبارة عن 3 اكس زائد 5 بتساوي 2 اكس زائد 12. عندي 3 اكس على الشمال و2 اكس على اليمين. مين الكبير فيهم؟ 3 اكس. تثبت الكبير، ماشي؟ خليه زي ما هو، ادي 3 اكس. الصغير يروح للكبير. طب الصغير هيروح الناحية التانية، يبقى هنغير اشارته. انا اول حاجة ثبتت ال3 اكس عشان هي الكبيرة. مين اللي موجود هنا؟ 2 اكس. نوديها لمين؟ لل3 اكس بعكس الاشارة، تكون سالب 2 اكس. صعبة دي؟ عود نفسك كده لما تثبت الكبير كل اللي معاه بيروح الناحية التانية. خلاص؟ دي موجب 5. انا هنزل بقى علامة اليساوي. ايه اللي موجود هناك؟ موجود 12. طب الموجب 5 دي كانت مع ال3 اكس، مش 3 اكس ده الكبير؟ اللي معاه يروح الناحية التانية. طب الموجب 5 تروح الناحية التانية، يبقى لازم انا اخليها سالب 5. ظبط يلا المعادلة بتاعتك. 3 اكس ناقص 2 اكس، هنزل اكس واحدة عشان دي حدود متشابهة، واجمع او اطرح المعاملات. 3 ناقص 2 1، والواحد جنب الاكس ما بيتكتبش، بتساوي 12 ناقص 5 كام؟ 7. يبقى كده الاكس بكام؟ ب7. خلصت، لان الايه؟ المعامل واحد والاس واحد. كده خلصتها. جبت قيمة المجهول طلع معايا بكام؟ ب7. طيب تعالى نبص على دي كده. انا عندي 4 اكس على الشمال، 2 اكس على اليمين. كل اللي انا هعمله ايه؟ هثبت الكبير والصغير هيروح له، واللي مع الكبير بيروح الناحية التانية. يبقى انا كده هثبت 4 اكس. من الصغير ال2 اكس تخش سالب 2 اكس. نزل يساوي يلا. مين اللي موجود هناك؟ ال18. طيب الموجب 8 دي مع الكبير مضايقاه، نوديها الناحية التانية. ماشي؟ اي حاجة مع الكبير بتروح الناحية التانية بعكس الاشارة. موجب 8 تكون سالب ايه؟ 8. كده 4 اكس ناقص 2 اكس، حدود متشابهة. اخد اكس واحدة واطرح المعاملات او اجمعها على حسب الاشارات اللي عندك. 4 ناقص 2 كام؟ 2. يبقى كده 2 اكس بتساوي كام؟ 18 ناقص 8 اللي هي 10. المعامل عدد صحيح اكبر من الواحد، اقسم عليه على طول. 2 مضروبة في اكس، عايز اخلص من الضرب اقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين. دي طارت مع دي، تفضل الاكس بتساوي 10 على الاتنين اللي هي كام؟ 5. خلصت المعادلة بتاعتي. عرفت قيمة المجهول والمعامل واحد والاس واحد. انا عمال اكد عليك اهو عشان تقول ان انت حليت اي معادلة لازما المعامل واحد والاس كام؟ واحد. بتخلص من كل اللي حواليها. حاجة مضروبة فيها تقسم عليها، ماشي؟ في حاجة مجموعة منها توديها الناحية التانية بعكس الاشارة، حاجة مطروحة منها توديها الناحية التانية بعكس الاشارة، وهكذا. المهم تخلي الاكس او المجهول اللي عندك واقف لوحده في طرف وكل اللي معاه الناحية التانية. كده احنا تقريبا ايه؟ قلنا اغلب الافكار اللي ممكن تقابلك، ماشي؟ وكل المعادلات اللي احنا حليناها دي معادلات خطية من الدرجة الاولى، يعني اكبر اس عندك اس واحد، فما فيش اس اصلا في المسألة. كانت اكس واي زد اف على حسب المجهول، ماشي؟ كنا بنخلص بقى من الارقام اللي حواليها والمعاملات. طيب ايه رايك بقى لو جالك اس 2 او اس 3 هتعمل ايه؟ انت هتمشي بنفس الخطوات اللي احنا بنقول عليها وانت بتحل اي معادله. تثبت الرمز والمعامل، ننزل علامه اليساوي، اللي بعد اليساوي ينزل، اللي مع الرمز يروح الناحيه التانية بعكس الاشاره. حلو. في الاخر خالص لو المعامل واحد يبقى انا كده حليتها والاس واحد طبعا. طب لو المعامل 2 3 4 عدد صحيح مضروب في الرمز، هقسم عليه في الطرفين. طب لو المعامل كسر يبقى انا هجيب مقلوب المعامل واضربه ايه؟ واضرب في الناحيتين. هجيب مقلوب المعامل واضربه في الطرف اليمين وفي الطرف الشمال عشان اخلص منه، ماشي؟ دي الافكار اللي احنا قلناها على المعامل بتاعك، لو واحد او لو عدد صحيح اكبر من الواحد او لو كسر.
طيب ده اللي انت بتعمله كل مرة، بس الاول كان الاس واحد، هنا الاس 2 او 3. تعمل ايه لو انا معايا معادلة بسيطة زي دي مفيهاش اي حاجة غير ان الاكس اس 3 بتساوي 8، ومعادلة زي دي اكس اس 2 بتساوي كام؟ 4. انا عرفت منين ان هي معادلة؟ خلاص فهمناها بقى، طرف يمين بيساوي طرف ايه؟ شمال. عشان تخلص من اس 2 اللي موجود تعمل ايه؟ عشان تخلص من اس 2 تاخد جذر التربيع للطرفين. احفظها كده بقى عشان هي سهلة مش صعبة. عشان تخلص من اس 2 تاخد الجذر التربيع لايه؟ للطرفين. حلو. انا المعامل مش موجود، المعامل واحد، يبقى انا كده مفيش اي حاجة مضايقاني مع الاكس غير الاس. عشان اخلص من الاس ده اعمل ايه؟ احدد الاول هو اس 2 ولا اس 3. لو اس 2 اخد الجذر التربيعي، لو اس 3 اخد الجذر ايه؟ التكعيبي. صعبة دي؟ يبقى عشان اخلص من اس 2 اخد الجذر التربيع للطرفين. بقول له باخذ الجذر التربيعي، اخد الجذر هنا واخد الجذر هنا. الجذر التربيع لاكس اس 2 لما يكون عندي اس تحت الجذر التربيعي بقسم على الاتنين. حلو. يبقى 2 على الاتنين فيها الواحد، يطلع اكس اس واحد، اكس بس يعني بتساوي. اول لما تاخد جذر تربيعي لمجهول لازم تحط قصاده كده موجب او سالب. الجذر التربيعي للاربعة كام؟ مين الرقم اللي اضربه في نفسه يدينا 4؟ 2. 2 في 2 ب4، يعني الاربعة دي اصلا 2 في 2، تطلع من تحت الجذر بكام؟ ب2. صعبة؟ طيب يبقى كده الاكس بموجب او سالب ايه؟ 2. طيب لو اكس اس 3، لما يكون عندك اس 3 خد الجذر التكعيبي على طول كده. يبقى خد هنا الجذر التكعيبي وهنا الجذر ايه؟ التكعيبي. ماشي. الجذر التكعيبي يبقى انا هقسم الاس على 3، 3 على 3 فيها الواحد، يبقى طلع من هنا اكس اس واحد بتساوي 8. دي من الرقم اللي اتضرب في نفسه 3 مرات يديني 8 اللي هي 2 في 2 في 2. يبقى الجذر التكعيبي هاخد واحدة يبقى 2. يبقى الاكس بتساوي كام؟ بتساوي 2. صعبة كده؟ احنا عرفنا نجيب قيمة الاكس لو اس 2 او لو اس 3. طب لو معادلة هتمشي بنفس الخطوات وفي الاخر تعمل الخطوة الاخيرة دي بتاعت الجذر. يعني لو انا عندي كده معادلة زي دي 2 اكس اس 2 زائد 5 بتساوي 23، اعمل ايه؟ والله احنا اتفقنا ان اي معادلة بمشي بخطوات بسيطة توصلني للحل. ايه هي؟ هنثبت الرمز والمعامل. يبقى انا هنزل هنا 2 اكس اس 2، بعدها على طول علامة اليساوي، بعدها على طول ايه اللي بعد اليساوي؟ هينزل 23. الموجب 5 هتنزل الناحية التانية سالب 5. حلو. الاتنين اكس اس 2 بتساوي كام؟ 23 ناقص 5 يعني كام؟ يعني 18. وصلنا لهنا. انا عندي الاكس في طرف واللي موجود الناحية التانية عبارة عن عدد. تعمل ايه؟ اسأل بقى المعامل بتاعها، هو 1؟ لا ده 2. ادام الاتنين مضروبة في الاكس عشان اخلص منها هقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين. طارد اتفضل اكس اس كام؟ اكس اس 2 بتساوي 18 على الاتنين اللي هي كام؟ 9. حليت انا كده المعادلة؟ حد يقول لي لا طبعا. ليه؟ لان خلاص انا خليت المعامل واحد. ماشي. طب المهمة التانية ان الاس يكون واحد برضو. طب الاس هنا كام؟ 2. عشان اخلص من اس 2 لسه قايلينها فوق تاخد الجذر التربيعي للطرفين. يبقى انا اخد هنا الجذر التربيعي واخد هنا الجذر ايه؟ التربيعي. جذر التربيع الاكس اس 2 اتفقنا الاس اللي تحت جذر التربيع بنقسمه على 2. 2 على 2 فيها الواحد، يطلع لي اكس اس كام؟ اكس اس واحد بتساوي الجذر التربيع للتسعة 3. كده خلصت. اوعى تنساها بقى، اول لما تاخد جذر تربيعي لمجهول لازم تحط قصاده موجب او ايه؟ او سالب. يبقى كده الاكس بموجب او سالب كام؟ 3. صعبة؟ واحدة كمان عشان نأكد على فكرة الجذر. لو انا عندي هنا 3 اكس اس 3 ناقص 4 بتساوي 20، طرف يمين بيساوي طرف شمال وفي مجهول، يبقى انا عشان احل المعادلة لازم اجيب قيمة مين؟ المجهول. يلا يا معلم ثبت يلا الرمز والمعامل. يبقى 3 اكس اس 3 نزل علامة اليساوي، اللي بعد اليساوي ينزل السالب 4 تروح الناحية التانية موجب 4. كده 3 اكس اس 3 بتساوي 24. عشان تخلص من التلاتة اللي مضروبة نقسم عليها، يبقى هنا على التلاتة وهنا على التلاتة 100 100. دي طارت مع دي. اتفضل اكس اس 3 بتساوي 24 على التلاتة اللي هي كام؟ 8.
عشان تخلص من أس 3 خد الجذر التكعيبي للطرفين، عشان تخلص من أس 2 خد الجذر التربيعي للطرفين. يبقى أنا هنا هاخد إيه؟ هاخد الجذر التكعيبي أهو للطرف الشمال والجذر التكعيبي للطرف اليمين. عملت حاجة صعبة؟ يلا يا معلم، إكس أس 3 جذر تكعيبي، يبقى أقسم الأس اللي جوه على 3 يطلع لي إكس أس 1 بتساوي الجذر التكعيبي لل8 ب2. يبقى كده الإكس بكام؟ ب2. صعبة؟ كده احنا خدنا اغلب افكار المعادلات اللي ممكن تقابلك، ماشي، سواء بقى كنت طالب في المرحله الاعداديه او حتى داخل اولى ثانوي. ما ينفعش يكون في معادله ما بتعرفش تحلها، ده اساس هتكمل عليه. فان شاء الله الفيديو ده لخصنا لك فيه كل افكار المعادلات اللي ممكن تقابلك او اهمها يعني. اتفرج عليه بتركيز كده، ولو في اي فكره ما وصلتلكش اكتب لنا واعرف وانا اشرحها لك تاني. التوفيق باذن الله.